وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك، دعمكم يهمنا علشان نستمر، وانتظروني في أحدث الأفلام المثيرة والحصرية على قناة أفلام منى العايدي. فيلمنا بيبدأ ببنت جميلة اسمها تولي، وكانت متجوزة من رجل أعمال غني جدا واسمه فروت، وبعد ما اتجوزته بقت عايشة مرتاحة ومعاها فلوس كتير. لكن قبل ما تتجوزوا كانت من عيلة فقيرة، لكن فروت لما كان بياخدها معاه أي حفلة بيخليها ما تتكلمش مع أي حد، وما كانش بيحترمها على الرغم من إنه كان بيحبها قوي. وكانت تولي بتعامله كويس وبتخدمه زي اي زوجة، لكنها بتبقى زهقانة منه ومن واجباتها المنزلية، لانها كانت عاملة زي الخدامة ليه بالظبط، وكانت عاوزة تحقق حلمها وتبقى ممثلة مشهورة. وكانت ساعتها بتقنع فرود ان هي نفسها تروح اليود وتبقى هناك ممثلة مشهورة، لكن فرود كان دايما يرفض، وبيرفض كمان يخليها تروح اي مكان لوحدها، وما كانش بيخليها تشتغل. لكن هي طول حياتها بتحلم بزوج رومانسي يهتم بيها، لكن فرود كان غير كده خالص، وما كانش واحد رومانسي خالص، وكان همه على كرشه دايما وبياكل وينام على طول. لكنها كانت ما تقدرش تخلعه لانها اتعودت على الرفاهيه والعيشه المرتاحه معاه. وفي يوم من الايام تولي بتروح المصنع بتاع فروت، وهناك بتقابل عامل شاب من العمال بتوع المصنع، وكان اصغر منها بحوالي 15 سنه، وكان شغال في المصنع ميكانيكي بيصلح ماكينات الخياطه. فاعجبت بيه وقررت انها تجر رجليه ويروح لها البيت، وكسرت ماكينه الخياطه اللي عندها في بيتها علشان يروح لها البيت. وفروت جوزها سمع كلامها وبعت ليها اوتو الميكانيكي للبيت علشان يصلح الماكينه، وبعدها بيومين تولي بتكسر الماكينه علشان يروح لها البيت تاني، وبيتكرر الموضوع لعدة مرات، وبتكسر في كل مرة الماكينة علشان يجي يصلحها وعلشان يكرر الزيارة ليها. وبعد كام يوم بيروح لها، وهما الاتنين بدأوا يتعودوا على بعض وتقربوا من بعض، وبقوا بيقابلوا بعض كل يوم، وبتستنى لما فروت يطلع من البيت، وبعد كده اوتو بيروح لها، وكل يوم كانوا بيعملوا علاقة مع بعض. واوتو حبها قوي بالرغم انها اكبر منه بحوالي 15 سنة، لكنه اتعلق بيها، وتولي كانت مبسوطة جدا معاه وعايزة بقية عمرها تعيشه معاه، لكنها في نفس الوقت ما كانتش عايزة تسيب حياة الرفاهية اللي هي بتعيشها مع فروت. ولما اتكررت المقابلات بتاعتهم والناس حواليها بدأوا يلاحظوا دخوله وخروجه، تولي ساعتها بتقول ان هو اخوها، وان امها وابوها ماتوا وهو بيجي يقعد معاها علشان ما عندوش بيت يقعد فيه، لكنها فكرت في مكان سري جوه البيت علشان ما يقعدش يطلع قدام الناس ويفضل معاها على طول. وقالت له ان هي هتطلعه في مكان سري موجود على الروف بتاع البيت بتاعهم، واشترطت عليه انه ما يطلعش خالص من المكان ده علشان فروت ما يحسش ان في حد موجود في البيت. واوتو كان بيسمع كلامها لانها قدرت انها تسيطر عليه سيطرة كلية، وكمان خلته يحبها بطريقة جنونية لدرجة انه استمر حوالي 9 سنين عايش معاها بالطريقة دي. وكان بيسمع كلامها اكتر لانه كان عارف ان فروت بيعامل تولي بطريقة وحشة وهمجية. وفي يوم طلبت منه تولي تحتفل بعيد ميلاده ويقضوا اليوم ده بره، وخصوصا عشان فروت مسافر بره البلد ومش هيرجع دلوقتي. ولما بتاخده بره ويرقصوا بتلاقي اوتو فجأة كان متوتر جدا وبقى مش طبيعي، وده لانه بقاله فترة في الاوضة فجاله مرض نفسي من الحبسة، فعلشان كده تولي رجعته البيت وكانت حزينة عليه. وفي اليوم التاني فكرت تولي في خطة علشان تخلص بيها من فروت، وجابت لها تأمين اجتماعي عالي علشان تعيش حياة كويسة بعد ما تخلص من فروت. وبعدها ادت اوتو مسدس علشان يحميها لو حصل حاجة ما بينها وما بين فروت في يوم من الايام. وفي يوم لما فروت اخد تولي الحفلة كبيرة، تولي بتلاقي محامي فروت هناك فبتروح ترقص معاه، وكانت عمالة تقول له كلام حلو وتعاكسه وهما بيرقصوا، لكن ساعتها فروت بيتضايق وبيتعصب وبياخدها وبيمشي من المكان. ولما رجعوا البيت فروت بدأ يزعق ويتخانق معاها بصوت عالي، وبدأت تولي تتكلم وتزعق بصوت عالي جدا علشان اوتو يسمعها، وكانت بتمثل بصوت عالي ان فروت هيقتلها ويخلص عليها لانها كانت رسمة خطتها. علشان كده ادت مسدس لاوتو، وفعلا اوتو سمعها ونزل ليها علشان يلحقها، وهناك ضرب نار على فروت وتخلص منه. وعملوا خطة ان اوتو ياخد شنطة ومجوهرات تولي، وقبل ما يهرب حبس تولي في اوضة. ولما البوليس بدأ يحقق كان بيشك في تولي، لكنهم شكوا انه حرامي فعلا هو اللي عمل كده بسبب ان المجوهرات والفلوس اتسرقت، وما قدروش يقبضوا عليها لان مش كان معاهم اي دليل ضدها. وكانت عاوزة تخلص من الراجل فروت وتاخد نصيبها من كل املاكه، فعملت نفسها انها بتحب المحامي الخاص بيه، والمحامي فعلا بدأ يحبها ويصدقها ويتقرب منها. وبعدها تولي ورته المسدس وقالت له على الحقيقة وانها اتخلصت من فروت علشان بتحبه، والمحامي ساعتها صدقها واخد منها المسدس وقال لها ان هي دي بقت مسؤوليته دلوقتي، وان هو هيخبيها علشان محدش يعرف له اي طريق. لكن اوتو كان بيتضايق جدا وبيغير على تولي لما بيشوفها على طول مع المحامي، لكنه كان مستحمل علشان تقدر تاخد كل املاكها من فروت. وبعدها بكام يوم بعد ما اخدت كل املاكها من جوزها فروت، قررت تولي انها تهاجر على كاليفورنيا، وكانت بتخاف على نفسها للمحامي يبلغ عنها وينزلوها بلدها ويقبضوا عليها. فقررت ان هي تقابل ناس كبيره في كاليفورنيا وبدات تتعرف عليهم وبتحاول تعمل معاهم علاقه علشان تقوي علاقتها معاهم. وفي الوقت ده قابلت راجل اسمه هلنان وكانت مرتاحه معاه جدا، ومثلت عليه ان هي بتحبه ووقف دباديبه زي ما مثلت على رجاله كتير قبل كده. لكن اوتو ساعتها بدا يغير عليها وبيتضايق من تصرفاتها، وقال لها انها لازم تبطل اللي هي بتعمله ده. فردت عليه وقالت له ان هي بتعمل كل ده علشان تحميه وتحمي نفسها. بس اوتو ساعتها بيدرك ان تولي ما بتحبوش وان هي اشتغلته وضحكت عليه علشان تاخد
تاخد املاك فروت مش اكتر. لكن بعدها بكام يوم المحامي عرف ان تولي ضحكت عليه وهربت علشان تاخد كل املاك فروت، فقرر انه يبلغ البوليس عن تولي علشان يقبضوا عليها ومعاه دليل المسدس اللي تولي ادته. لكنهم اكتشفوا ان البصمات اللي موجوده على المسدس بتاعه اوتو مش تولي، وان تولي مش المتسببه في اللي حصل. ولما البوليس راح بالفعل لكاليفورنيا تم القبض عليهم هما الاتنين، ولما البوليس رجع علشان يحقق تاني ما كانوش قادرين يمسكوا اي دليل ضد تولي بالرغم من التحقيقات اللي حصلت اكتر من مره. علشان كده المحكمه امرت في النهايه باطلاق سراحها وان هي اخذت براءه، لكن في الاخر المحكمه حكمت على اوتو بالسجن وكان ضحيه تولي، وعملت حركات من كهن النسوان وعملت ان هي بتعيط عليه في المحكمه. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش اللايك والاشتراك، وانتظروني في احدث الافلام الحصريه والمثيره. دعمكم يهمنا علشان نستمر في قناه افلام منى العايدي.